بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أعزائي المتابعين، إزيكم عاملين إيه؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله. معكم إسلام صقر، والنهاردة عنوان الحلقة شريف الصرفي والهبد السياسي. تابعوني لنهاية الحلقة اللي إن شاء الله تعجبكم وتكون قوية جدا. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا فندم! الله أكبر! أهلا بيكم مرة تانية أعزائي المتابعين، رجعنا لكم تاني. والله قبل ما أتكلم في الموضوع ده أنا اترددت كتير جدا. ليه؟ الوقت اللي احنا فيه ده محتاج ترابط وتماسك، وكلنا نبقى في جبهة واحدة ضد الحرب الإلكترونية والإشاعات، كمية الإشاعات الكبيرة اللي مصر متعرضة ليها، سواء من قنوات الجزيرة والمكملين والشرق وزوبع ومعتز مطر والناس دي. فطبعا أنا كنت متردد لهذا السبب يعني، لكن لما الاقي في حاجات فيها تجاوز وحاجات ما يتسكتش عليها ما ينفعش ان انا اسكت. يعني لما الاقي واحد زي شريف الصرفي منزل الحلقه بتاعته وبيتكلم على الترند، وان انتوا لازم تخشوا في موضوع ترند على تويتر، جيش شريف الصرفي. يعني ايه جيش شريف الصرفي سيادتك؟ انت بقى جيش شريف الصرفي وانا انزل جيش اسلام صقر، وفلان ينزل جيش علان. ايه الهرجله دي؟ ازاي؟ احنا المفروض كلنا كل واحد حسب امكانياته داعمين لجيش مصر، كلنا جيش مصر، لكن ما ينفعش كل واحد فينا ونتحول لميليشيات الكترونيه بقى. في الحلقة دي أنا مش هبدأ بالجملة المعتادة أهلا بيكم، معاكم شريف الصرفي. هقول أهلا بيكم يا أبطال جيش مصر الإلكتروني. بالأمس كنا بنجرب قوتنا على تويتر وهل نقدر نحتل الترند، وعملنا تدريب عسكري إلكتروني، وبالفعل وصلنا لرقم 1 في مصر ورقم 20 في السعودية، واكتسحت القوات الإلكترونية للجيش المصري كل هاشتاجات مخابرات النظام القطري وأردوغان. ولكن النهاردة الصبح فوجئت بأن مخابرات أردوغان والنظام القطري عملوا هاشتاج بيطبلوا فيه الأردوغان، ولذلك أنا بطلب منكم لليوم الثاني على التوالي تنفيذ هجوم عسكري إلكتروني على تويتر في هاشتاج جيش شريف الصرفي، وخلونا بقى نوري مخابرات النظام القطري وأردوغان قوتنا الحقيقية. واعملوا لايك للحلقة دي علشان تدخل نتحول لميليشيات كل واحد بقى. ما احنا طالما العملية وصلت ان انت ترند وفرحان فرحة لهبل، انك ترند وان الحلقة بتاعتك او الهاشتاج بتاعك متصدر وبرجع بقى رقم 2 القوة ديت واحنا جامدين واحنا مش عارف ايه، لا ما ينفعش الكلام ده. انت كده يعني حاجة من الاتنين، يا انسان مريض يا عندك انفصام في الشخصيه. انت كده حاجه مش طبيعيه. انت كده بتبص لنفسك، عندك الانا، انت مهتم بالانا دلوقتي. مفيش حاجه اسمها جيش فلان. احنا كده بقى هتبقى انت طالما وصلنا للمرحله دي يبقى ايه؟ انا بقى هنسى الهدف، كلنا هننسى الهدف الاساسي اللي هو جيش مصر الالكتروني اللي بيدافع عن مصر، ونتحد مع بعض ونصد الهجمات دي. لكن ما ينفعش ان انا اعمل بقى جيش الكتروني مع الناس اللي تبعي، وفلان يعمل الجيش الالكتروني اللي تبعه ومش عارف ايه، وبقينا ايه؟ تشتت، زي ما كنت تشتت اصوات في انتخابات. ما ينفعش الكلام ده. احنا كلنا في خدمة مصر، واحنا نعتبر جيش مصر الالكتروني اللي ورا الكيبورد، اللي قاعد على الكيبورد بيدافع في حدود كل واحد، في حدود امكانياته. يعني انا مثلا قناتي لا تقارن، بلاش اقول بشريف الصرفي نفسه، لا باي قناه تانية. انا قناتي قناه صغيره جدا، لكن انا بحاول على قد ما اقدر بس في حدود امكانياتي. دي معركه وعي احنا بنخوضها كلنا مع الشعب، بنوعي الناس، نحاول نوضح الصوره للي هو بلاش نقول مغيب، مش مدرك. يعني في ناس بتبقى عايزه ايه؟ عايزه تعرف بس مش لاقي الحاجه اللي هي توصله للمعلومه. فانت بتوصل المعلومه بامانه وبتوضحها وبالدليل
وتقول يا اخوانا الموضوع كذا 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 كذا، واحنا المفروض نقف مع جيشنا ونقف مع مصر ونقف مع دولتنا عشان ما يحصلش كذا وكذا وكذا وكذا. ده واجبنا، ان كان الصغير فينا والكبير، او اللي عنده ناس متابعين كتير طبعا يبقى عنده مساحه يقدر يتكلم فيها مع الناس. لكن بالطريقه دي ما ينفعش. وبصوا يا جماعه الترند بتاعي واصل لغايه فين، وبصوا يا جماعه مش عارف ايه ده، ما ينفعش الكلام ده. احنا كده بنتقسم، ودي حاجه بونت هيتاخد علينا. ما ينفعش ان انا اعمل ترند وابقى فرحان بالترند وانا كنت فاكره هيبقى 7 8، لا هيبقى رقم واحد، يبقى رقم واحد وجيش شريف الصرفي وخشوا ضروري عشان تعمل ترهيب للناس، عشان الهجمات العثمانيه، عشان مش عارف مخابرات اردوغان. مخابرات اردوغان ايه؟ معلش يعني انت ما وصلت، لسه ما وصلتش المرحله دي. انا كنت واحد من المتابعين وبسمع، بس جت مرحله لا انا بفكر وليا دماغ، مش كل معلومه هاخدها هستقبلها كده وخلاص واعيش بيها، لا ما ينفعش الكلام ده. اهلا بيكم، معاكم شريف الصرفي. احنا دلوقتي يا جماعه ترند رقم 2 على تويتر زي ما انتم شايفين اهو. بص، ترند رقم 2 على تويتر. احنا ترند رقم 2، احنا دلوقتي اللي راكبين الترند على تويتر. انا كنت بجرب الموضوع وكنت بقول كده اما نختبر قوتنا على السوشيال ميديا، وكنت قلت يعني يمكن نوصل لترند رقم 7، نوصل لترند رقم 8. ما تخيلتش ان احنا لا نضرب في الترند رقم 2 كده على طول. طبعا الهاشتاج دلوقتي بيحاولوا يوقعوه، يضربوا عليه ريبورتات ويقولوا عليه ان هو ترند كاذب، وان اللجان الالكترونيه اللي عاملاه. طبعا لا لجان الكترونيه ولا اي حاجه من الكلام ولا اي حاجه من الهرتله دي. احنا دلوقتي طالعين ترند رقم 2 على تويتر في مصر. عايزين بقى ايه؟ نشد حيلنا على الهاشتاج بتاع شريف الصرفي ونطلع كله يدخل دلوقتي على تويتر، يدخل على هاشتاج شريف الصرفي ويكتب تويتات عليه ويعمل ريتويت وينشر عليه، لان هو بيحاول يوقعوه دلوقتي. ايه رأيكم؟ عرفتوا بقى ان احنا بكاميرا موبايل نقدر نحتل تويتر كله، نقدر نركب اي ترند. بتاع يوم الخميس ده كان دايما مين اللي بياخده؟ عبد الله الشريف. النهارده وانا لسه بقى اول مره اعمل تيست، خدت الترند من كل الناس اللي كانوا ايه طالعين. المرحله الاخيره دي انت بتخرف من ساعه ما اتكلمت على الجيش المصري، وان الموضوع مش عاجبك، وان انت المفروض الجيش ده المفروض يعمل كده ويخش ويحارب وبتاع. طبيعي هيحصل، ده مش بتاعنا. حرب وميعادها والتجهيزات ليها دي مش بتاعتي ولا بتاعتك ولا بتاعت اي حد، مش احنا اللي نتكلم فيها. مش انت سيادتك انا مستني القرار وقاعد عامل لي كده؟ انت مين يعني؟ معلش يعني ايه انا قاعد مستني القرار ومستني القياده المصريه تطلع قرار ومش عارف ايه؟ يعني انت المفروض انت اللي توعي الناس ولا انت اللي داخل تشعللها؟ انا لغايه دلوقتي بتكلم على اساس بفترض حسن النيه، لكن بالطريقه دي تخش تشكك في الجيش، والجيش واصل السيسي مسالم زياده عن اللزوم ومتردد. ايه ده؟ انت مالك؟ كل واحد يعرف حجمه. انت يوتيوبر، انت بتوصل بالمفروض بتعمل وعي للناس. انا مش هجمل الكلام النهارده وما بطبلش، وعمري ما طبلت، وهتكلم يعني من الاخر. الجيش اللي في الزمن ده واللحظه التاريخيه اللي احنا عايشين فيها دي، الجيش اللي ما بيحاربش مهزوم. وانا مش خايف من الحرب، ان انا اخش في حرب، سواء بقى اروحها في ليبيا او ان انا اروحها في اثيوبيا في سد النهضه، احسن ما ابقى قاعد كده وقافل على نفسي الباب وبرضه الحرب هتجيلي. الجيش الروسي بيحارب، الجيش الامريكي بيحارب، الجيش التركي العثماني بتاع اردوغان بيحارب، حارب في سوريا وبيموت منه ناس، والجيش الامريكي بيموت منه ناس. وهي دي وظيفة الجيش، انك تقاتل دفاعا عن البلد. انا مش هستنى لما اجي افتح حنفية المية ما الاقيش مية. الحكومة الاثيوبية بتفرض علينا النهاردة امر واقع، طب انت هترد ازاي؟ انا مستني رد من الادارة المصرية. ما هو بص، انا ايدك ومعاك في اي حاجة هتاخدها، بس خد القرار. يعني النهاردة الاخبار اللي بتقال في ليبيا
ان الجيش المصري خلاص ارسل هناك منظومات S-300 للدفاع الجوي، ومنظومة اسمها بوك تقريبا للدفاع الجوي برضو. طيب ده تحرك ومش كافي. بالمناسبة لو الجيش المصري تدخل في ليبيا لازم يضرب نار بنفسه. ما هو مش هتبقى تدخل كده منظر وخلاص، لازم يضرب نار بنفسه، لان منظومات الدفاع الجوي والطيارات الرافال اللي هي الطيارات الحديثه والمنظومات الجديده، الجيش الليبي ما وصلش لدرجه الاحترافيه، ما عرفش يستخدمها اصلا، لا يجيد استخدامها. يعني انت لو دخلت في ليبيا هتقاتل بنفسك، انت اللي هتشغل S-300، انت اللي هتطير بالطيارات الرافال اللي فيها منظومات دفاع جوي. نفس الكلام في اثيوبيا، محدش هيجي يحارب لك. انا مستني رد فعل من الاداره المصريه، رد فعل قوي. ليبيا دي يا جماعه كنز، ليبيا دي مليانه ثروات طبيعيه يمكن يعني اكتر من اللي قطر والامارات يملكوها. كم رهيب من الثروات، حديد واسماء وذهب ويعني معادن نادره جدا موجوده في ليبيا، موجوده في جبال ليبيا. يعني العالم كله طمعان فيها. لو ما دخلتش تحارب عشان تاخد منها حقك، المشروع مش بالسرقة، حقك المشروع، هتتسرق ليبيا. والنهاردة أردوغان بيعمل ايه؟ هو عايز يسرق ليبيا علشان يمول تأسيس جيش يضرب الجيش المصري. فلو احنا ما حاربناش في ليبيا الحرب هتجيلنا على حدودنا. طب وبعدين؟ هي كده كتب علينا الحرب. شخصية السيسي دايما ان هو بيتجنب المغامرة، ما بيحبش يدخل في السياسة، بنسميها مقامرة سياسية. لا، ما بيحب، هو بيستنى للآخر. احنا استنينا للآخر في أزمة سد النهضة، واستنينا للآخر في أزمة ليبيا. طيب خلاص ما فيش حاجة تانية، هنعمل ايه؟ هنفضل قافلين على نفسنا الباب ونستنى لما الحرب تبقى على بابنا؟ يعني في موقف زي كده المفروض تقول يا جماعه برضه لازم نستحمل، انا عارف ان احنا المفروض هنحارب ومش عارف ايه، والحرب دي حاجه ضروريه، وتفهم الناس ان احنا ليه متجهين ناحيه ليبيا وامننا القومي ولازم نحميه. وناس ثانيه هتعارضك هتقول لك ده فرق 1500 كيلو او اكتر، واحنا ايه اللي ودانا ليبيا؟ ما نشوف الاول موضوع اثيوبيا ومش عارف ايه. انت واجبك وواجبي وواجبنا كلنا ان احنا نفهم الناس ونوعيهم. يا جماعه لازم هتحصل حرب، وانا نزلت فيديوهات وقلت كده، الحرب جايه. لكن الموضوع ده مش بتاعنا. الموضوع ده موضوع الحرب تبتدي امتى، هنحارب بايه، مين اللي هيبتدي الاول، ساعه الصفر امتى، الكلام ده كله ده مش شغلتنا. في ناس مسؤوله وقاده عظام في الجيش والقوات المسلحه هم ادرى، وعندك مخابرات على اعلى مستوى هي ان هم يصدروا القرار الصح اللي الناس بعد كده تعرفه. لان يعني الطبيعي ان ساعه الصفر دي مش معروفه، لكن هو بالاحداث اللي حاصله انت هتحارب، دي طبيعيه. فواجبنا احنا ان احنا نوجه الناس للصح. المفروض دورنا ان احنا نشحن روح الوطنيه والانتماء في الناس اللي حوالينا او المتابعين لينا، وتهيئوا نفسيا ان انت الحاجه دي مهمه، بس دي مش بايدينا احنا. يعني ده مش شغلي ولا شغلك ولا شغل غيره ولا فلان ولا علان، ده شغل ناس قاده، ده شغلهم، التخصص بتاعهم كده. وما ينفعش يطلع يقول للشعب احنا هنحارب بيوم كذا والساعه كذا وبتاع وخدوا بالكم وكل واحد يقعد في بيته والكلام ده كله. مفيش الكلام ده، دي مش شغلتنا. انما تطلع انا قاعد مستني القرار اهو، مفيش اي رد فعل طالع هو هيقولوا لك ليه؟ انت سيادتك مين يعني انت ايه وضعك في الدوله عشان انت قاعد عامل كده؟ يعني انت لما يكون عندك كميه المتابعين دول وانت اللي المفروض الليدر بتاعهم، المفروض توضح لهم الموقف، طالع انت تقول كده وانا مستني والقاده المصريه مش الحرب هتيجي واحنا كده متاخرين واحنا بنتعامل بشرف، ومش بتاعتك ولا بتاعتي ولا بتاعت غيرنا. دورك انت بتقدم للناس معلومه مبسطه يعرفوا الوضع اللي احنا عايشين فيه وتوعيهم. دي شغلتنا، معركه وعي. لكن مش دورك ان انت اللي بتعمله ده، مش دورك، مالكش دعوه. انت هنحارب ما بنحاربش، ودينا كذا وعملنا كذا، هنحارب امتى،
كل الناس كل الجيوش بتحارب واحنا لا. ايه في ايه؟ يعني الواحد من حقه ان هو يبقى حاسس ان هو من جواه 7 رجاله في بعض، لكن ما تفرضش ده على الغير، على غيرك. يعني انت معلش، يعني انت ايه عشان انت تقول انا قاعد مستني؟ ما تستنى، حاجه مش بتاعتك. نيجي الموضوع الكمين واللي حصل في سينا من كام يوم. يعني انت سيادتك، احنا المفروض على تويتر او على الفيس بنوعي الناس ونقول لهم محدش يطلع يتكلم في اي حاجه ولا ينقل اي خبر الا بعد ما السيد المتحدث العسكري يطلع يتكلم. تقوم انت طالع قايل واحنا اتبهدلنا وانفجار مش عارف ايه وتقريبا عربيه مفخخه والصور اللي جايه لي من هناك فيها مش عارف ايه. ليكم معاكم شريف الصرافي. يعني كان من المتوقع ان اردوغان لازم هيضرب ضربه عسكريه في سينا، وبالمناسبه اللي حصل في سينا شديد قوي المره دي. يعني كل الصور وكل الاخبار اللي جايه من سينا النهارده بتقول ان في مدرعه او في سياره مفخخه انفجرت في معسكر او انفجرت في كمين. فالاخبار اللي جايه صعبه قوي. انت مش متخيل انت بتقول ايه؟ انت انسان مش مسؤول. تخيل انت قاعد ابنك في الجيش في المكان ده او في سينا او في بتاع او او انت مش متخيل انت بتعمل ايه؟ انت دورك يا بني ادم توعي الناس. عندك معلومة صح متأكد منها 1000000%، تطلع توصلها للناس وتخاطبهم على قدر عقولهم. ما تتخيلش ان كل الناس فاهمة انت هتقول ايه لو بتكلم بليفل واحد. لا، انت لازم تتكلم ببساطة عشان البسيط يفهم والمتعلم يفهم. يعني توصل المعلومة بطريقة بسيطة وسهلة. لكن انت طالع لا انت عارف المعلومة صح ولا انت قلت حاجة صح، والمتحدث العسكري طلع قال حاجة غير اللي انت قلتها خالص. وبعدين في حاجة اسمها سيادتك الشجاعة الأدبية. الشجاعة الأدبية دي بمعنى ايه؟ ان انا لما اغلط مش عيب ان انا اطلع اعتذر. ليه؟ لان انا بخاطب عقول ناس المفروض قاعدة بتتلقى مني معلومة او خبر او بتاع وبتثق فيا. يبقى انا لو ما طلعتش قلت معلومة صحيحة هفقد مصداقيتي عند الناس بعد كده. لكن انت تطلع لا انت عارف المعلومة صح ولا نزلت حاجة مثلا بلينك ولا حاجة موثوق منها. انت طالع بتتكلم، ممكن حد اتصل بيك، ممكن حد كلمك وطالع عايز تعمل صفق صحفي عشان تركب الترند في موقف زي كده. الهدف ايه؟ انت مش متخيل لما يبقى اب ولا ام يسمعوا خبر زي كده وانت بتقول واتبهدلنا وناس ماتت كتير والصور فظيعة ومش عارف ايه، الهدف منها ايه؟ انا برضو هحسب او هتكلم بالنية السليمة، ان انا مش عايز اشك ولو للحظة ان الكلام ده يكون مقصود بيه العكس. والمفروض طالما طلعت وقلت خبر زي كده وطلع غلط لان المتحدث العسكري تقريبا اكيد كدبه، يعني قال كلام غير اللي انت قلته خالص، يبقى المفروض الشجاعة الأدبية تحتم عليك ان انت تطلع تقول انا اسف يا جماعة انا اتسرعت ومش هعمل كده تاني. لكن عادي بعدها بساعتين تقريبا نزلت برضو فيديو تاني ولا كأن اللي فات ده حصل وكأن الناس دي اصلا ايه خلاص نسيت. ازاي؟ ما ينفعش الكلام ده يا باشا، ما ينفعش. يعني كام نقطة دلوقتي اتكلمنا فيها انت غلطان فيهم كلهم. بالنسبة لموضوع اثيوبيا يا جماعة، احنا مشكلتنا في مصر محدش فينا بيؤمن بالتخصص. يا جماعة ملف السد ده او الملف العسكري مع ليبيا او شغل المخابرات او الكلام ده مش بتاعنا. احنا مش عايزين نفهم ان كل واحد ليه تخصصه وليه شغله وليه الحاجات اللي مسؤول عنها، الملفات اللي مسؤول عنها. في ايه؟ انا كمواطن عادي من حقي اسال لكن ما يعني مش لدرجة ان انا اكون بخاطب ناس بالكمية دي كلها اللي عندي سيادتك في القناة وتيجي انت تتكلم في كلام يعني مثير. ايه المقصود منه؟ يعني احنا عارفين ان اثيوبيا هتملى السد، عارفين انها عامله كده وبتعمل حاجات مستفزه، ان هي بتستفزك عشان انت تضرب لها السد، لان السد معروف متخربق من جوه ومن بره، ولو اتملى مش هيقدر ياخد كميه المياه ديت وهيقع لوحده. يبقى انا اضربه دلوقتي يتعمل عليه عقوبات اقتصاديه، الناس بتتلكك لي اساسا
وابتدي يقول لك لا انت ممنوع من شراء السلاح، انت ممنوع مش عارف من ايه، عليك عقوبات اقتصاديه والكلام ده كله، واحنا مش ناقصين. يعني احنا بنحاول ننهض، الدوله بتحاول تنهض وتلحق السنين التخلف اللي كنا عايشين فيها. اجي انا دلوقتي اعمل حركه زي كده متسرعه؟ ما سهله جدا، سهل جدا، بالطيارات يتفخخ سهل جدا. ايه السد يعني؟ هي سهل، ده لو بعت ناس تعرقشه هيخلص. لكن كل وقت وليه اذان. اولا ما ينفعش اتكلم في حاجه مش بتاعتي. ثانيا لو اتكلمت اتكلم وجهه نظر عقلانيه. لأن الدولة المصرية في آخر تفاوض حصل من الآخر قالت إنها مستعدة تتنازل عن جزء كبير من حصة المصريين من مياه النيل. وفي وقت الفيضان بدل ما كنا بناخد 55 مليار متر مكعب فهناخد 40 مليار، وأما وقت الجفاف هناخد حوالي 35 مليار. يعني إحنا بالفعل قدمنا تنازلات بحوالي 36% من حقنا في مية النيل. ولذلك أنا مش موافق على ضعف الإدارة المصرية وتنازلها بالفعل عن حقنا في مية النيل. والموضوع لا يحتمل التطبيل أو إيجاد أي مبرر، لأن مصر استنفذت كل المحاولات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ولم يعد أمامنا سوى الحل العسكري. ليه المفاوض المصري ضعيف بالشكل ده؟ وليه أصلا تقدم تنازل بحوالي 36% من حقنا في المية؟ هو حد كان قالك انهم بتوعك؟ دول بتوع الشعب المصري. يا جماعة الموضوع كذا كذا كذا، واحنا ما نقدرش. ده لو انا بكلم بقى مع الناس اللي هم المفروض بيثقوا في رأيي، المتابعين او المشتركين في القناة. يا جماعة دلوقتي احنا من السهل جدا ان احنا جيشنا الحمد لله بخير، واحنا بنواجه يعني تحديات كبيرة، وان مثلا بسهوله جدا ان احنا ممكن نضرب السد، وانت تتاكد ان انت لغايه دلوقتي ماشي في الطريق السياسي، لانك انت بتشتكي والكلام ده للمجلس الامن وكده. لان انت لو عملت حركه او يعني اي تصرف عسكري دلوقتي هيتقال لك ايه؟ هتطلع غلطان. ليه؟ انت في حد عندك اتاثر؟ حد عندك فتح الحنفيه الماء ما نزلتش؟ في ارض اتبورت؟ واحد هيقول لي احنا مش هنستنى بقى. ما انت مش هتستنى، وده مش هيحصل ان شاء الله. بس انا بقول واجبنا ان احنا نوصل المعلومه صح. نوصل المعلومه صح ان احنا نقول يا جماعه بنعمل كذا، او الدوله اتجاهها كذا 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 عشان كذا 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 كذا. عشان احنا لو ضربنا السد دلوقتي، اولا هم عارفين ان هو فيه اخطاء هندسيه فادحه، دي حاجه. ثانيا ما يقدروش يقولوا كده قدام شعبهم. ثالثا ان انت لو عملت اي اجراء عسكري دلوقتي او اي خطوه عسكريه دلوقتي انت الملام. عشان كده انت ماشي في الخط الدبلوماسي او السياسي، عشان انت بتشهد العالم كله ان انت هيقع عليك الضرر نتيجه كذا وكذا وكذا. انما ما ينفعش ان نطلع انا خايف من الحرب في اثيوبيا، ولو ضربت، لو اثيوبيا ليبيا ضربت هتلاقي اردوغان لو اثيوبيا مالت السد هتلاقي اردوغان يضرب، او هو يضرب يبقى اثيوبيا هتملى السد، ومش عارف ايه. ادخل الناس في متاهات وبتاع. المفروض ان احنا اي نعم انت بتشحن، المفروض ان احنا بنشحن الهمم وبنعرف الناس بالوضع، بنحاول نوضحه. لكن ما مش عركه هي في خماره. انا لازم اتكلم بالعقل برضه. الحماسه او اي حاجه في الدنيا سلاح ذو حدين. وبعدين احنا واثقين كلنا الحمد لله ان جيشنا مش هيخذلنا. لكن نرجع نتكلم وتقول لي اصل السيسي ما بيحبش المغامره، اصل مش عارف الجيش مال. ايه ده؟ انت يعني انت مع فين؟ مع مين؟ يعني انا مش قادر افهم بصراحه. وبعدين يعني نصيحه اخويه، ما تتكلمش لايف تاني، لان انت بصراحه لما بتتكلم لايف بتهبد وبتهرتل كتير، مش في مصلحتك. غلطاتك كتير. انت لما بتطلع معاك سكريبت بتقول كلمتين، بترجع بعد كده مشغل الفيديو اللي هو اللي الراجل بيقول الكلام اللي انت قلته، او انت بتقول للراجل اللي الراجل المسؤول بيقوله، سواء المتحدث العسكري الليبي او سواء كذا او كذا وكذا. فانت ده كده احسن لك. لكن تتكلم وتعمل بس مباشر ولايف، بتطلع بره التراك خالص.
ما بتقولش كلام معقول ولا موزون ولا عقلاني. فما ينفعش اللي انت بتعمله ده. انا من ساعه موضوع ما طلعت اتكلمت على موضوع الجيش وان الجيش غلط والجيش مش عارف ايه، انا بصراحه ابتديت يعني زي ما بيقولوا الفار يلعب في عبي. انا مش مرتاح. وبعدين بالنسبه لموضوع اثيوبيا، الاتفاق ده حصل في واشنطن. قالوا هنبنى على 3 سنين. مصر قالت انا اقدر استحمل 40 مليار متر مكعب. اثيوبيا نزلتها ل 35. طلعوا بعد الاتفاق والكلام بقى 37 ونص، واثيوبيا وافقت. رجعت قالت لك لا 37 ونص احنا موافقين بس ده تبقى حصه مصر على طول. طبعا كلام ما وافقناش عليه، يعني ما حدش وافق عليه، ما حدش وافق على كده، لان قالوا لهم ان القعده دلوقتي على مش توزيع حصه الميه، احنا بنتفق على اداره السد. فهو الكلام كده. لكن ما اطلعش انا اهيج الناس واقول مصر اتنزلت عن 36% من حقها في مياه النيل. ازاي؟ فين القرار اللي طلع ان احنا اتنازلنا عليه؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي هل حد مسؤول طلع قال ان مصر اتنزلت عن 36% من حقها في مياه النيل؟ مفيش. يبقى اذا سيادتك بتهبد. اي واحد فينا في حدود امكانياته بيطلع يوصل الصوره للي حواليه او للناس اللي بتتلقى منه او المتابعين او المشتركين بكل امانه، وبتتكلم معاهم كواحد من الشعب. انا والله يا جماعه في الخبر الفلاني، والواحد بدردشه بقى حصل كذا وكذا، وهنا المخاطر وهنا المميزات وهنا العيوب وهنا. انما طالع قايل الخبر اولا ما فيش حد طالع قال الكلام ده 36% ده الا انت. ايه الاساس؟ الهدف ايه؟ الهدف ان انا بفهم الناس ولا بوعيهم؟ الناس في فعلا ناس بسيطه وبتاخد المعلومه والاشاعه بتنتشر بطريقه فظيعه. ايه ده؟ في واحد في النت قال ان الميه خلاص، قوم املوا الميه، قوم مصر هنعطش، مش هتلاقي الناس. انت اعمل حسابك ان انت ما بتكلمش فئه معينه من الشعب، انت بتكلم مستويات كتير. ما تفتكرش ان في حد معين مثلا بيسمعني ان الناس دي مثلا درجه ثقافه واحده او درجه فهم واحده. انت لازم عشان كده توصل المعلومه بسهوله عشان المتلقي ياخد المعلومه يفهم انت بتقول ايه. لكن كده ده تهييج راي عام. المشكله بتاعت اثيوبيا ومشكله الجيش ده كده تهييج راي عام، وده ما ينفعش. ولغايه دلوقتي بقول وهقول تاني، انا كده بتكلم وكل كلامي ده كله ومفترض النية الحسنه. انك انسان مثلا عندك الانا، ممكن وصلت لمرحله من الغرور، لكن مش متخيل انك مثلا يكون لك هدف تاني غير كده. انا دايما باخد النية الحسنه الى ان يثبت العكس، وانا فعلا يعني بفترض النية الحسنه لغايه دلوقتي. فاتمنى تعقل كده وتهدى وتصحح مسارك، لان اللي بيحصل ده هبل مش حاجه طبيعيه. ما هو يا هبل يا برضو خليني ماشي في الناحيه السليمه او النيه السليمه. مش عايز اوصل للمرحله الثانيه نقول الحاجات دي مقصوده. انا خلصت كلامي، وفي النهايه اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.